لقيت الست واقفة زي ما هي على شمالي وبتضحك لي. شعور الدفى المفاجئ في البنطلون ده أنا ما حسيتهوش بقالي كتير. في يوم من الأيام في سنة من السنين، تحديدا في شتاء 2015، كنت عامل مشروع صغير كده أونلاين، وكنت ببيع اكسسوارات وساعات. وقتها كنت ببعت الأوردرات اللي بتجيلي مع شركة شحن من اسكندرية لكل المحافظات. في يوم جالي أوردر كبير شوية والزبون مستعجل عليه جدا، فأخدت قرار إن أروح القاهرة لأول مرة في حياتي. هروح أسلم الأوردر بنفسي، وأول مرة ألف في شوارع القاهرة وأتعرف عليها. وفعلا جهزت الأوردر وربطت الأحزمة ونويت الرحيل. حلو؟ لا مش حلو. الحقيقة إن اليوم بدأ معايا بداية مش لطيفة خالص. بشوف الموت بعيني حرفيا وأنا في طريقي للسوبر جيت اللي هركبه عشان يوصلني لميدان رمسيس. بعدي من مزلقان قطر زي كل الناس، بس الغريب إن وأنا بعدي كنت سامع صوت القطر من على شمالي بيزمر بصوت عالي جدا. فبصيت ناحية الشمال ما لقيتش القطر. في جزء من الثانية ترجمت إن القطر خلاص عدى من آخر نقطة أنا شايفها، ومن غير ما أبص ناحية اليمين قررت إن أعدي المزلقان. وفي مشهد غريب ما فهمتوش غير بعد ثواني، الناس اللي عدوا القطر كلهم واقفين باصين ناحيتي في صمت. في جزء من الثانية برضو اللي بيدور في بالي هم مالهم الناس دي بيبصوا لي كده ليه. الغريب إن لسه سامع صوت القطر من ناحية الشمال، بس أنا مش في دماغي. عديت أول قضيب ومع تاني قضيب للقطر قيس بحاجة أول مرة أشعر بيها في حياتي. قطر بيعدي من ورا ظهري بالظبط بسرعة مهولة، والهوا بتاعه من قوته حرفيا بينطرني 2-3 متر قدام. انا في لحظة بصيت ورايا، ده قطر. القطر كان هيشيلني وانا فعليا ولا كنت حاسس بيه. وزمارة القطر دي كانت ليا انا، وكانت من ناحية اليمين مش من الشمال. انا كنت هموت دلوقتي حالا. الناس دي كانت واقفة من هول الموقف بتتفرج عليا. كل دي افكار في دماغي بتمر ورا بعضها في جزء من الثانية. هي الثانية اللي ادركت فيها اني كنت هموت دلوقتي حالا في حادثة قطر. وفي وسط كل الافكار دي ست عجوزة عمري ما بنسى ملامحها، من اللي كانوا واقفين وشايفيني، بتضربني في كتفي وهي متأثرة جدا من هول الموقف. وتقريبا كانت مفكرة اني قاصد اموت نفسي من كتر ما انا كنت بتحرك ببطء وقت ما كان القطر عمال يقرب مني. واللي كان نازل عليا وقتها اني اتاسف لها واتاسف للناس اللي واقفه، اللي كنت شايف في عينيهم رعب بعد ما عديت من القطر. واللي ادركت بعدها انهم كانوا شايفين الموضوع بيحصل بسرعه لدرجه خلتهم مشلولين حتى ان هم يحذروني، وشايفيني خلاص بموت، عكس ما انا كنت بتحرك ببطء لاني فعليا مش شايف القطر ولا حاسس بالخطر. طبعا مش هعرف اوصف لك كان شعوري ايه بعدها، بس هي كانت مشاعر مختلطه ما بين اني بحمد ربنا في كل نفس بتنفسه، وفي نفس الوقت مش مصدق اللي حصل ومستني افتح عيني واقوم من النوم. بتمشى شويه في الشارع وانا مذهول من اللي حصل، ورجلي حرفيا مش شايلاني، لحد ما بشوف واحد من اقرب الناس ليا في الحياه. بشوفه فجاه في مكان عمري ما اتوقع اني اقابله فيه، لكن غالبا ربنا بعتهولي في الوقت ده عشان اجري عليه واحكي له اللي حصل، وبهدى شويه بعد ما بحكي له. المهم ركبت الاتوبيس، شغلت البلاي ليست بتاعتي وتوكلنا على الله الى القاهره. شويه مشاكل بسيطه بقى وقعها عليا تافه جدا من اللي انا شفته الصبح. الاتوبيس بيعطل، هيبعتوا يجيبوا اتوبيس تاني من نفس الشركه، بنستنى في الصحراء، هنتاخر طبعا. كلمت العميل بتاعي وطلبت منه ناخر الميعاد ووافق، بس هنخليه 8 بالليل بدل 4 العصر. المهم بوصل ميدان عبد المنعم رياض تقريبا الساعه 4 العصر. مع اول نفس بتنفسه جوه القاهره بعد ما نزلت من الاتوبيس افتكرت مشهد احمد حلمي وهو راجع من امريكا. ايه يا جماعه كم العفره اللي انتوا عايشين فيه ده؟ بس للامانه عكس معظم الاسكندرانيه انا حبيت القاهره قوي، وبحسد اهل القاهره على النعمه اللي هم فيها. وانا ماشي في شوارع القاهره كنت حاسس ان انا ماشي في بلدي. ميدان التحرير، الثوره، يا الميدان كنت فين من زمان. المهم بعيدا عن انبهاري بالقاهرة وشوارعها وميادينها والجزء العريق اللي فيها واللي اتعرفت عليه اكتر في مرات كتير رحت فيها القاهرة بعد اليوم ده، اللي حصل اني اتمشيت لحد ميدان رمسيس علشان من هناك اركب ميكروباص يوديني مدينة نصر الحي السابع عشان اسلم الاوردر بتاعي. وصلت ميدان رمسيس زحمة مفرطة، اعتقد ان ده اكتر جزء عشوائي في القاهرة. زحمة في كل مكان، على الرصفان والشوارع، محطة القطر، محلات، كله زحمة، وناس ماشية عكس الاتجاه وحاجة اخر هرجلة. المهم وصلت عند الاتجاه اللي هركب منه الميكروباص او الاتوبيس او ايا كان زي ما ربنا يبعت، في مكان متكوم عنده ناس كتير مستنيه مواصلات. انا معايا وقت الحقيقه، مش مستعجل وسرحان في الناس والزحمه وبستكشف البلد بعين الزائر، فمش متعكنن قوي من الزحمه يعني. بتامل وشوش الناس الشقيانه واختلاط الفلاحين على الصعايده على الكهرويه على اللي جايين من باقي المحافظات زي حالاتي كده، وبقول لنفسي ان البلد مضيافه وكريمه جدا والناس كلها بتشتكي من زحمتها. طب ما احنا اللي زحمينها اهو. فجاه بتقطع حبل افكاري سيده عجوز بتمسك في دراعي وبتطلب مني اسندها. الله، مين الست اللي ضربتني في كتفي وقت حوار القطر؟ هي ولا مش هي؟ الست بتتكلم وبتقول حاجة وانا مش سامعها. انا دلوقتي شايف لحظة ما كنت بعدي القطر واستعدت نفس المشاعر تاني بالملي، وافتكرت الست العجوزة اللي ضربتني في كتفي واللي هي الست اللي انا شايفها دي. انا متأكد. سألتها هو حضرتك كنت في اسكندرية ولسه جاية؟ ضحكت وبان بقها اللي ما فيهوش سنان خالص
مخيف شويه بس عادي يعني، وقالت لي يا ريت يا ابني، انا اخر مره رحت فيها اسكندريه كان يجي من 30 سنه. وبدات تحكي لي قصه حياتها، واللي انا فاكره من اللي حكيته انها عاشت في شبابها فتره في اسكندريه، وكانت متجوزه وعايشه في منطقه اسمها فيكتوريا، اللي هي نفس المنطقه اللي كانت هتحصل فيها حادثه القطر. وحكت ان جوزها سافر العراق وما رجعش، وان كان عندها ولد، والولد ده كان سندها واملها في الدنيا لحد ما فقدته في حادثه قطر. طبعا لما تربط الاحداث ببعض هتلاقي ان الموضوع مريب شويه، لكن ما اكدبش عليك انا وقتها ما ترجمتش ده وما فكرتش في حاجه خالص، وكنت متعاطف معاها جدا من غير ما احس ان في حاجه غلط، واندمجت معاها ومع حكاويها لدرجه ان الليل بدا يهل وهي بتحكي ومستنيه اتوبيس معين، الحقيقه مش فاكر رقمه، لكن فاكر انها كانت عايزه تروح ميدان الاسماعيليه. المهم بيوصل الاتوبيس بتاعها وانا بوصلها لحد الباب وبطبطب عليها، وفضلت عيني عليها لحد ما الاتوبيس اتحرك، وهي شاورت لي مع السلامه بابتسامه راضيه، وحقيقي كنت مبسوط جدا. وبدور وشي الناحيه التانيه عشان اشوف انا هركب ايه، خلاص فاضل ساعه على ميعادي، لقيت الست واقفه زي ما هي على شمالي وبتضحك لي. شعور الدفى المفاجئ في البنطلون ده انا ما حسيتهوش بقالي كتير، زي المسحور عديت الشارع في صمت رهيب، ما بقتش ولا شايف زحمه ولا سامع اي صوت حواليا. دخلت محطه القطر بالصدفه، قطر حالا راجع على اسكندريه، ركبت القطر حتى من غير ما احجز تذكره، ولا ضامن اني اقعد طول الطريق، ولا فكرت في الاوردر اللي جاي علشانه، ولا عارف افكر في حاجه اصلا. انا شفت لقطه من فيلم رعب لايف دلوقتي حالا، مش سامع غير صوت صفاره في ودني، واحداث اليوم كلها عماله تلف في دماغي ومتفعله على الراندوم مود، بتبدا بحادثه القطر اللي كانت هتحصل وتنتهي بالمشهد العجيب اللي شفته في ميدان رمسيس. واللي حصل في القطر وانا راجع بقى كان اغرب من كل ده. لو وصلت للجزء ده معناه ان احتمال كبير يكون الفيديو عجبك. انا محتاجك تقولي رأيك ضروري في التعليقات، ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش، وهل مهتم تشوف وتسمع نوعية المحتوى ده مني تاني ولا لا، خصوصا ان دي حلقة مختلفة طبعا عن كل اللي قدمته قبل كده، والحقيقة مش متوقع انها تتشاف قوي يعني، بس يعني اهو اديني بجرب. مستني رأيك في التعليقات، وربنا يبعت لك ايام حلوة ايا كان مكانك على وجه الارض.